سلام سلام، وش راكم البنات؟ وش راكم خياتي؟ وش راكم متتبعات قناة وصفة من المطبخ المتنوع؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. في فيديو اليوم جبت لكم وصفة الكالامار المحشي او السيبيا محشية، طبق جد شهي ننصحكم به البنات. انا شريت اليوم سيبيا جديده كما يقولوا فري من البحر، ماهيش كونجلي. واذا كانت عندك اذا كانت عندكم البنات الكالامار كونجلي، نبهك فقط نحيلو واحد العظمه تجي في ظهره، تجي عظمه ترونسبارونت كيما البلاستيك، نحيها هذيك ورميها مش صالحه للاكل، وحضري الطبق تاعك عادي. انا حكمت لهنا السيبيا تاعي، نقيتها مليح. راح نخليكم فيديو طريقه تنظيف السيبيا او الكالامار في صندوق الوصف. بعد ما نظفتها مليح درتها في الماء، وزدت لها شويه ملح وخل ابيض، وخليتها تريح فيه حوالي 6 سوايع. بعد ما مرت 6 سوايع جيت لهنايا فيريفيت الكالامار تاعي، زدت نقيته من اي بقايا، ونحيت الارجل تاعو اللي راح نزين بها هذا الطبق. وحكمت الزوائد اللي كانت عندي، حكمتها قطعتها الرقيق باش نحشي بها هذا الكالامار، ونعاون بها الفيونداشي اللي راح نستعمله في الحشو. كما راكم تشوفوا راني نقي فيها مليح ونفيريفي كاش حاجه باقيه. والارجل بيان سور نقولكم ما تقطعوهمش، اما الزوائد قطعوهم رقيق باش تعاوني بهم الحشو تاعك. السيبيا ولا الكالامار من الاسماك البنينه بزاف، والطيب بيه فيه ما تحبش النار قاويه، لانها قد ما تطولي لها في مده الطهي راح تزيد تقصح مش راح تطرى. هنا بعد ما نحيت الكالامار من الماء اللي درت فيه الملح والخل، راح نعاود نشلو مليح ونبدا نقطع فيه. حكمت لهنايا مقله، درت فيه الارجل تاعي اللي ما راحش نقطعهم بيان سور، راح نشبح بيهم في الاخير. والكالامار طروف الكبار هما اللي راح نحشيهم، راح نخليهم وبجيه. اما الزوائد اللي هي راح نقطعها ونعاون بها في الحشو، قطعيها غير قيس طروف صغار فقط، لانها راح بعد ما تحطيها على النار راح تزيد تتكمش. قطعي كامل الكميه اللي عندك وديريها فوق النار، زيدي لها مغرفه تاع سمن وبقاي تقلبي فيها. راح تلاحظي مباشره بعد ما تحطيها على النار تطلق الماء تاعها وتبدا تتكمش، وما تنحيهاش بفوق النار حتى تنشف كامل من ماها. بعد ذلك زيدي لها البصل اللي كنتي رحيتيه والثوم المرحي، وقليها مليح حتى ينشف البصل الثاني من الماء تاعو، ورفديها من فوق النار وجيبيها لهنا باش تزيديها لبقيه الحشو. كما راكم تشوفوا لهنا درت لها مغرفه تاع سمن وبقيت نقلي فيها تحريكه ولا زوج، بدات طلقت الماء تاعها وبدات تتكمش كما راكم تشوفوا لهنايا. بهذه اللقطه راه الارجل تاعها راهم بداو يتكمشوا. ونعاود لكم البنات السيبيا ولا الكالامار من الاسماك اللي ما تحبش تطولي لها في مده الطهو، يعني قد ما تطولي مده الطهو راح تزيد تقساح مش راح تطرى. بقيت لها نخلط فيها حتى نشفت كامل من ماء. بعد ذلك زدت لها البصل والثوم المرحي. نقولكم اخواتي اللي اول مره تشوفي الفيديو تاعي وقناتي، اشتركي في القناه ودعمينا بالاعجاب وخلينا تعليق تحفيزي لكي نستمر في الجديد ان شاء الله. لهنايا بعد ما نشفت كامل من ماها كما راكم تشوفوا راهي تطرطقكم المايس، راح نزيد لها البصل والثوم الملحي ونقلبها حتى ينشف كامل البصل من الماء تاعو. مدة الطهي لهنايا ما تجاوزتليش 5 دقائق الى 7 دقائق فقط وكانت وجدت.
هنايا البنات، كي كنت نمونطي في الفيديو، ما على باليش كيفاش راح لي الجزء اللي كان خاص بالحشو. كي كنت نحضر في الحشو وعمرت الكلامار تاعي، راح لي ما على باليش كيفاه. المهم راح نوضح لكم ونعطيكم المقادير اللي استعملتها في الحشو. جيت لهنا حضرت الصوص تاعي اللي استعملت فيها حوالي 300 غرام طماطم مرحيه، درت لها كمشة مليحه من القزبر، زدت لها هذوك الارجل اللي كنت قليته في البصل والثوم، وراح نزيد لها رشه تاع ملح عفوا، والتوابل اللي استعملت الكمون، فلفل كحل، زنجبيل، ودرت لها قيس زوج سنات ولا 3 ثوم مرحي، وبقيت اقلب فيها قليلا قداش ما نشفت شويه برك من الماء تاعها، لانها راح تكمل الطياب تاعها في الفرن، ونحيتها من فوق النار. هنايا البنات في الحشو انا استعملت قيس 5 مغارف روز، غليته نص طياب، درت له 2 مغارف اكل طماطم مرحيه، زدت له الكالامار ولا القطع الكالامار اللي كنت ذبلته في البصل والثوم، زدت له لحم مرحي، زدت لها كذلك رشه تاع قزبر، ثوم مرحي، ورشه من الزعتر، ولا ما كانش عندك الزعتر استعملي الزعتر معليش، ودرت لها توابل تاعها اللي هما فلفل اسود، كمون وزنجبيل، وبيان سور زدت لها مغرف هريسه، انا حبيت الحشو يكون حار، وخلطتها كامل وعمرت بها حبات الكالامار اللي كانوا عندي. انا خيطت الكالامار من تحت بالاعواد الخشبيه وعمرتها، وخليت لها قيس 2 صباع كفارغ، باش كي ينتفخ الروز يلقى اسباس، وكذلك الكالامار راح كي شم النار كما يقولوا يتكمش. لهذا خليت لها مساحه فراغ قيس 2 صباع، وعاود خيطها بالاعواد الخشبيه، ودرتها في لاصوص تاعي كما راكم تشوفوا، وثقبتها باش نعطي مجال للهواء باش يخرج وما تطرطقليش الحبه تاعي، ودرت فوقها طماطم صوص طماط اللي كانت عندي كما راكم تشوفوا. وهذا هو الحشو اللي كان باقي، زدت له قيس حبه بيض وخلطته ودرته في ورق شفاف. وهنا غلقت عليه مليح الكيس البلاستيكي، وحطيته يفور حوالي 15 دقيقة، ولما رجعت له لقيته مازال خاصو والطياب مازال ما شدش روحو، زدت له 15 دقيقة تانية. هنايا بعد ما مرور 15 دقيقة لقيته مازال طري، مازال خاصو، الوغ زدت له 15 دقيقة واحدة اخرى وبعدها لقيته واجد. هنايا بعد ما دخلت الكالامار تاعي للفرن على درجة 200 درجة مئوية، شعلت له النار من فوق وتحت وشغلت عليه المروحة. بعد مرور 15 دقيقة عاود خرجته باش نقلبه على الجهة الثانية، وياخد تحميرة من الجهة الثانية، ومامتو رحت نفيريفي الطياب تاعو، دخلت ثقبته بالعود الخشبي ولقيته مازال يخرج في لاصوص تاعو، زدت له 15 دقيقة ثانية. راكم تشوفوا كيفاش راح طري.
غير بعود خشبي ثقب. وزدت له 15 ثانيه لقيته تجمر. الله الله. هنا راح نربط غير من لاصوص اللي طفيها ونعاود نغطيه من الفوق. بيان سور البنات قلت لكم راني شغلت عليها المروحه باش ما ينشفليش، درت له لاصوص. واذا كان عندك ورقه طهي غطيه من فوق بورقه طهي وزيدي لها طبقه من الالومنيوم باش ما يخرج كامل البخار تاعو، وخليه يطيب قيس 20 دقيقه. هنايا بعد مرور 15 دقيقه الثانيه راني لقيت البودن تاعي خلاص راه نشف، نحيته وخليته على جهه يبرد. خرجت البلاط تاعي وراني نحيله في الاعواد الخشبيه، وراح نقطعه دوائر ولا على طول كيما تحبي، وشبحي التبسي تاعك. وهذه هي وصفتنا. انا قدمتها مع سلطه الخضر المشمله، وهذا هو وصفتنا لنهار اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. وفي الاخير ما بقى غير نقول لكم دمتم بخير، والى الملتقى ان شاء الله في فيديو الجاي مع وصفه جديده. ولبنات نقول لكم ما تنسوناش من الاعجاب والتعليقات، راح تدعمونا وتزيدونا وتشجعونا باش نزيدوا ما خير. والبنات اللي اول مره تشوفوا القناه تاعي وفيديوهاتي، نقول لك اختي اشتركي معنا ما راحش تندمي، خلينا تعليق واعجاب. ودمتم بخير في الاخير، والى الملتقى ان شاء الله. سلام.